أصدقائي المشاهدين المتابعين عبر قناة تيليكاسيتا، مرحبا بكم معي في هذا النقل المباشر للمقابلة الثانية من تغطية تيليكاسيتا ضمن منافسة دوري تنبغية كرة القدم المصغرة بين فريقين ماسي نساء وفريق الأساتذة. المقابلة إلى حدود لحظة هدف 1-0 لصالح أساتذة الثانوية التأهيلية قاسطة. واللي غنعطيكم التشكيله في هشام الخلفيوي في حراسه المرمى، سعيد حاو وليد حميميد، محمد الله، سفيان الناجي، محمد العطاش، جواد الداودي، سعيد بولحاف، حمزه الحنطاوي، علي الحمداوي. فريق ماسينيسا كيتكون من الحارس يونس مرواني، محمد حداد، بقيه اللاعبين نعم محمد حداد، محمد بولقري، صلاح اشلحي، صلاح البوجديني، امين حسناوي، محمد عدوي، نبيل أزناي. حكم المقابلة الأستاذ حمزة العربي. إذا النتيجة أصدقائي المشاهدين قلت تشير إلى 1-0 لصالح ماسينيسا، عفوا لصالح فريق الأساتذة أو أساتذة الثانوية التأهيلية قاسطة. وتدخل حارس يونس مرواني، ركنية لصالح الأساتذة. جول 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 جول. لا 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 لا، ماذا قال الحكم؟ نعم، رجعت من الخط، 2-0. نعم، 2-0. 2-0 أصدقائي المشاهدين، من توقيع من دوخني، والله دوخني. ما كنتش منتظر أنه يتسجل هدف في الدقائق الأولى. 2 الأهداف على فريق ماسينيسا واللي كيعرف لاعب بولكريش محمد حداد وكذلك صلاح اشلحين، بمعنى ان لاعبين متميزين. ما كنتش كنتظر انه غيتسجل عليهم الهدف بهذه السرعه، والهدفين قلت 2-0 لصالح داوود. من المسجل سجل سنين نعم، قلت مسجلين اللي سجلوا من لصالح الاساتذه وليد حمدي ومحمد العطاش. 2-0 مشاهدي الكرام. محمد حداد فبعد ما مر الوقت القانوني من تسديده، الحكم كيمنح الكرة لفريق الأساتذة، وجانبية تماس من الجهة اليسرى محمد الله. محمد الله في الدفاع، نعم، الصاحب اليسارية، ابن جماعة تمسمان الحبيبة. محمد الله نعم، مباشرة إلى جانبية لصالح ماسينيسا. دوري من دوريات الرمضانية اللي كتقام على مستوى الجماعة، عفوا على مستوى عمالة إقليم دريوش، وتقريبا كل الجماعات نظموا دوريات بهذا الشكل، طبعا سيرا على ما قاموا به السنة الماضية، وهو الفائز في كل دوري محمد الله بين أحضان الحارس. قلت المتوج في الدوري غيشارك في دوري أبطال الدوريات الرمضانية في دورتها الثانية. محمد عولة كتوصلوا الكرة، والحارس كيتدخل في الأخير رقم 14 سعيد بولحاف. كانت تسديده ديال سعيد بولحاف قوية من محمد الله. تفاجأ الحارس، تفاجأ بقوة والسرعة اللي مشات عنده الكرة. يونس مرواني مرة أخرى كيدخل،
مرة أخرى كيدخل بنجاح. قلت الفرصة الأولى باليسارية وكانت بقوة من يسارية محمد الله، إلا أن يونس مرواني كان يقظ في الجهة اليسرى. فريق الأساتذة هذا الموسم أو هذه الدورة فريق جمع مجموعة من الأسماء اللي غيمكن يعطيونا المشاهدة والمتعة الكروية في هذا الدوري. أم محمد حداد عند البوجديني 5 كيدخل وليد حميميد. محمد الله تمكن من الحصول على الكرة، الحارس كان أقرب. بولقريش عفوا ماشي بولقريش، عند صلاح البوجديني رقم 5 نبيل أزناي، عفوا نعم أزناي في الدفاع من الجهة اليسرى. مراوغة كيرجع الوليد حميميد. محمد الله كيتقدم الكرة مباشرة عند سعيد حاو. الحارس كان أقرب، الحارس المرواني كان أقرب. أبو القريش عند حداد، محمد حداد اللي تراجع شوية المستوى ديالو مؤخرا مقارنة مع أيام ديال الشباب الريف قاسطة. محمد الله عند أبو الحاف. أبو القريش ما كاين حد اللي غيساندو باليسارية، حاول انه يمر بجوج اللاعبين 4 و5 حاو ووليد حميميد عند الحارس هشام الخلفيوي. هدفين لصفر، قلت هدفين لصفر لصالح الأساتذة. نبيل أزناي اللي ارتكب خطأ في حق اللاعب اللي سقط على الأرض، لاعب حاو فريق أساتذة التأهيلية. ضيعوا فرصة. فهذه مناسبة وفرصة باش نتقدم كمتتبع هذا الشأن الرياضي على مستوى جماعة سفت، تقديم الشكر الجزيل لشركة تهبون اللي كرأس السيارات في شخص الشاب أسامة تهبون، الشاب الناجح، فكل التوفيق له في العمل ديالو والأنشطة ديالو. ولعلمكم أنه حصل على العضوية في جمعية رياضية تأسست في الأسبوعين الماضيين على مستوى دوار تيزي ندرار جماعة سيدي علي بورقبة. نعم، تحية والشكر للشاب قلت أسامة تهبون، وكذلك الأخوين عز الدين والجواد الطاويلي مسيري متجر المغرب العربي لبيع المواد الغذائية، وكذلك السي عمر البارودي، شكر المتجر عمر البارودي للمواد الغذائية ومواد البناء، وكان قريب التسجيل. نعم، أعيد شكري وتقدم بجزيل الشكر للسي المتجر عمر البارودي للمواد الغذائية ومواد البناء والكهرباء، السي عمر الشجاع، وكذلك الشكر موصول مجموعة مدارس حكيل لتعليم السياقة، السي محمد والأخ نور الدين حكيل. شكرا لكل هاد الإخوان اللي كيدعموا الشراكة اللي كيدعموا هذا النشاط الرياضي بجماعة سفت.
بولقريش. بولقريش و 5 متر و50. 14 من يكون 14. سعيد بولحاف عند بولحاف. كتصبح جانبيه محمد حداد. بولقريش كيرجع لوراء البوجديني كيحاول يراوغ محمد الله كيحتفظ بالكره كيمرر الكره الزميل ديال الوسط عند بولقريش كيراوغ بطريقه جميله وطريقه فنيه كيرجع الكره لامين حسناوي. صلاح بوجديني كيراوغ محمد الله كيدخل من جانب الدفاع. الاساتذه كترجع لمحمد بولقريش. مقابله قويه بعد ما سجل الكره تما ما كانش منتظر ان ولا مستحيل في كره القدم طبعا ان فريق اساتذه يسجلوا هدفين في الدقائق الاولى في مرمى او على لاعبين فريق ماسينيسا، واللي معروف بالجوده ديال اللاعب ديال فريق ماسينيسا، خصوصا التيكي تاكا ملي كيتفاهموك. الغائب في هذه المقابله هو اسماعيل حباب. كاين تفاهم بينه وبين محمد حداد ومحمد بولقريش، تفاهم جميل جدا وكيعطي مشاهده ومتابعه للكره. يعطيني اشاره ان تمت استعاده محمد الله وقع على الهدف الثالث باليساريه. 3-0 اساتذه الثانويه التاهيليه كيتقدموا في النتيجه، وحنا مازال كنعيشوا لحظات الشوط الاول. 3-0 محمد الله كيوقع الهدف الثالث. من بعد الهدف اللي سجل محمد عطاش ووليد حميميد. محمد حداد كيراوغ وتدخل حاو كيبعد الكره الى جانبيه. بولقريش بطريقه جميله عند حسناوي امين. محمد حداد. صلاح البوجديني كيحاول انه يراوغ محمد الله. الخطا لمن سيدي الحكم لصلاح البوجديني. نعم تدخل كان قوي من جانب محمد الله صديق لاعبي جماعه سافت. محمد الله القديم من تمسامان، المحبوب اللي كيقدم كره في المستوى، خصوصا ملي كيتمكن من الحصول عليها بالرجل اليسرى وكيتقن حتى المراوغه ايضا. طريقه جميله كيفاش الكره. بولحاف. الحسناوي عن صلاح البوجديني. ثلاثة 0 الشوط الأول. ملعب القرب تلامغيت، دوري تلامغيت لكرة القدم المصغرة من تنظيم جمعية تلامغيت للرياضة، النشاط الرابع في ظرف سنة ونصف منذ تأسيس الجمعية، وعلى رأسها الأستاذ أو الأخ عبد الخالق الشلحي. ولتم تكليف قوية. ماذا هناك؟ 5 متر و50 من سعيد بولحاف نعم، اللي كان وراء التسديد الأخيرة. محمد بولقريش في وسط الميدان. بولقريش في وسط الميدان كيحتفظ بالكرة. اش غيعمل؟ كيعاود يراوغ لعب ثاني كتوصل عند الحسناوي عند محمد حداد. محمد الى الوراء عند صلاح البوجديني. فاش كيفكروا لاعبين ماسينيسا؟ فاش كيفكر بولقريش؟ يا ريتك اسماعيل حباب موجود معاهم، تمنيتك تكون معاهم. محمد حداد شوفوا المراوغات ديالهم جميله. الزميل المعلق يقول ليله تاريخيه. بولقريش الحسناوي. محمد بولقريش
كيحتفظ بالكره صلاح البوجديني، ضغط من جانب اساتذه، ضغط حتى تحصلوا على جانبيه. الله يا قلت قويه من جانب محمد الله باليساريه، جانبيه الى الوراء للدفاع للجهه اليسرى. محمد الله صاحب اليساريه اش كيحاول يعمل؟ لماذا يخطط محمد الله؟ يا سلام يا سلام، مقابله قويه. وايضا الملاحظه ان حضور جمهور ما شاء الله 5 متر و50، كاين جمهور يملا جنبات. حكم المقابلة كيعلن على نهاية الشوط الأول بتقدم فريق أساتذة ثانوية هيليا 3 أهداف مقابل لصفر. نعم، مقابل 3 لصفر. أصدقائي المشاهدين، ألقاكم بعد دقائق معدودة في الشوط الثاني. إلى اللقاء. سيداتي سادتي، نحن في الشوط الثاني. نانيو ها هذا جانب من الجمهور الحاضر. وهادو الممولين ديال الجمعيه وديال الدوري. هادو ممولين
فتحية لهم، تحية للسي أسامة تهون، وكذلك الأخوين عز الدين وجواد العربي، أصحاب متجر المغرب العربي ومتجر البارودي. أصدقائي المشاهدين، عدنا إليكم لمتابعة مراحل الشوط الثاني من مقابلة الثالثة في دوري أبطال، عفوا دوري تلمغيتي كرة القدم المصغرة. وبدينا الشوط الثاني بنتيجة 3-0 لصالح أساتذة ثانوية التأهيلية التسافت. إلى الوراء، ومحمد حداد كان في هجوم قبل لحظات، يحاول تقليص الفارق. محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله سعيد حاول، لكن محمد عدوي عند 14. سعيد بولحاف، أمين حسناوي، محمد حداد مرة أخرى، محمد عدوي أمين الحسناوي عند الحارس يونس مرواني. 3-0. عند محمد الله من الجهة اليسرى، يحاول يجمع يحتفظ الكرة جميلة، ما زالت لصالح الأساتذة. الحارس كان خرج. سعيد حاو عفوا نعم بولحاف، سعيد بولحاف. أمين الحسناوي عند صلاح شلحي. محمد سداد أمامه عدوي، حاول أنه يراوغ، عكس ذلك كان لو أن يقدم الكرة لمحمد عدوي أفضل، باعتبار أن الجمهور بدأ يتوافد المنطقة. يا الحسناوي، ماذا يقول الحكم؟ ركنية. نعم، أمين الحسناوي قدم تسديدة وتحصل على ركنية عند محمد الله مرة أخرى. تدخل ديال الحسناوي، تدخل ناجح، كيحط الكرة باليساري. اش غيعمل؟ ركنية مرة أخرى. أمين الحسناوي مرة أخرى، ثالثة على التوالي. ماذا هناك سيدي الحكم؟ 5 متر و50. 3 تسديدات من جانب أمين الحسناوي لتقليل الفارق. الحارس يتدخل في مناسبتين، والمناسبة الأخيرة خرجت الكرة إلى 5 متر و50. نعم، 3 تسديدات. محمد عدوي اللي التحق بالفريق قبل لحظات. الحارس نعم أمين الحسناوي. شوفوا معنا يا ناس، شوفوا معنا كيف كتمشي كرة أرضية أو بين الأقدام. محمد حداد، محمد عداد عن عدوي محمد أمين الحسناوي. الحكم يقول خطأ، مش جانبية. محمد عدوي في التنفيذ. حداد، أمين الحسناوي 5 متر و50 خارج الشباك. أمين ضيعت الكرة، ضيعت الفرصة، ضيعت التسديدة. الكرة عند رقم 16 حمزة الحنطاوي. محمد الله كيراوغ، كيحط الكرة، جول محمد الله. الحارس في المكان المناسب، الحارس المرواني في المكان المناسب. أمين الحسناوي، محمد حداد
كيراو في المكان الخطير، كيحتفظ بالكره من الجهه اليمنى، مازال كيحتفظ بالكره. ماذا هناك سيدي الحكم؟ ماذا هناك سيدي الحكم؟ خطأ لصالح محمد حداد. عدوي محمد حداد، عدوي كيراوغ اللاعب الاول وراوغ اللاعب الثاني كيحتفظ بالكره. اش غيعمل؟ امامنا امامنا تدخل ناجح ديال الحنطاوي حمزه الحنطاوي حمزه الحنطاوي. واعتقد ضربه جزاء لصالح ماسينيسا كيتحصل على ضربه جزاء. لمسات يد المدافع من يعطينا الرقم ديالو في التنفيذ حداد. الحارس تدخل ناجح او في المكان المناسب. سلامات الحارس أصيب. ضربة كانت قوية، أعتقد أن مشات المكان حساس جدا. محمد حداد كانت له فرصة أنه يقلص الفارق بتسجيل ضربة جزاء لأنه ما تمكنش، والحارس كان محظوظ، حارس فريق الأساتذة هشام الخلفيوي. ضربة كانت قوية وسلامات الأساتذة، فتحية لهم بالمشاركة ديالهم باسم الأساتذة للموسم الثاني. النتيجة 3-0 مروان، النتيجة 3-0 الأساتذة، 3-0 أساتذة كين 3-0 خماسينيسا. وماسينيسا حاليا يضيع ضربة الجزاء، الفرصة يرقدها محمد حداد، لكن مع الأسف أو غير محظوظ محمد حداد. الحكم كيطلب إعادة الكرة الوراء. أستاذ محمد حاضر. شكون محمد؟ أعطيني الاسم الثاني. كاين يقول لك محمد، كاين محمد واحد جوج ديال محمد اللي كاين، أعتقد كاين محمد العطاش، كاين الحسناوي أمين الحسناوي. غير محظوظين اليوم فريق ماسينيسا، غير محظوظ، مجموعة من الفرص لتحتهم لكن دون جدوى، مجموعة من الأهداف حتى ضربة جزاء ما تمكنوش من إدخال الكرة على هشام الخلفيوي اللي كان صد منيع، حاجز منيع على أصدقاء بولغريش. سعيد حوحو سقط على الأرض، كنتمنى تكون إصابة خفيفة. فمرة أخرى شكر خاص للممولين ديال الدوري. الاتصال بالانترنت، نعم تم الاستعادة بالاتصال بالانترنت. قلت شكرا أسامة تهبون في شركة تهبون لكراء السيارات، وشكرا متجر المغرب العربي، وكذلك شكرا متجر عمر البارودي، وشكرا مدارس حكيل لتعليم السياقة. شكرا على مد يد المساعدة أو واحد الدفعة من أمام الجمعية. ففي الصيف الماضي تم تنظيم نصف ماراثون وطني بجماعة السافت، الانطلاقة كانت من هذا الملعب والعودة إلى هذا الملعب، وتم تسليم الجوائز في هذا الملعب، وكان بشراكة مع جمعية بطاح أو جمعية بي جي بطاح بوكسينج جيم، اللي كان شراكة مع جمعية المغيت باش ينظموا نصف ماراثون قلت اللي هو تاريخي في المنطقة، واللي شاركوا فيه أبطال وطنيين وأبطال شاركوا في مسابقات أو في ماراثون عالمي.
نرجع بكم من المقابلة 3-0 أصدقائي المشاهدين. الأساتذة كيتقدموا في النتيجة على حساب فريق ماسينيسا. هجمة لصالح الأساتذة، تدخل أمين الحسناوي اللي قام أكثر من 10 محاولات وما زال لحد غير محظوظين. قلت ماسينيسا غير محظوظين اليوم في تسجيل الأهداف. وين الحظ؟ الحظ اليوم عند حوحو، الحظ عند حميميد، الحظ جانب محمد الله، الحظ جانب الحارس هشام الخلفي وحارس الأساتذة، الحظ جانب 14 كتقدم بهجمة سعيد بولحاف كيحتفظ بالكرة، كيرجع الكرة الحارس هشام الخلفيوي عند الزميل ديالو سفيان الناجي. حمزة الحنطاوي جانبية لصالح ماسينيسا. محمد حداد، أمين الحسناوي في الدفاع، محمد حداد في الدفاع، محمد الحداد كيحتفظ بالكرة عند اللاعب نبيل أزناي وكيخرج الكرة جانبية لصالح الأساتذة عند بولحاف، كترجع له سعيد بولحاف كيحتفظ بالكرة عند الزميل ديالو الناجي سفيان الناجي الى الوراء. تمكن أزناي من تسجيل الهدف الوحيد الى حدود لحظة تغيرت النتيجة 3-1. أزناي نبيل كيوقع هدف الاول لصالح ماسينيسا. بالمقابل الأساتذة سجلوا 3 ديال الاهداف في الشوط الاول، 3-1، وكان هدف جميل اللي سجلوا أزناي نبيل. ما عرفت واش تسجل او ما تسجلش في المباشر لأن تقطع الاتصال بالانترنت في اللحظه اللي تم التسجيل، ما عرفت واش تسجل ولا ما تسجلش. جواد داودي كاين، نعم كاين جواد داودي حاضر في الملعب وكاين عندي في التشكيله، نعم كاين جواد داودي وحمزه الحنطاوي محمد العطاش علي الحمداوي. نعم هجمه لصالح لصالح الأساتذة. أساتذة رابحين. نعم وهجمة لصالح ماسينيسا عند الحسناوي عند أزناي كيتحصل على ركنية. مقابلة كل خوية في الشوط الأول ديالها، مقابلة كانت قوية، مقابلة جميلة وكتعطي واحد الروح ديال الأخوية، واحد الاحترام متبادل بين كل اللاعبين الى جانب الحكم من الاستاذ حمزه العربي واللي موفق الى حدود اللحظه، الى موفق في هذه المقابله. محمد حداد كنشوف التعب واضح على بعض اللاعبين ديال الاساتذه. هجمه لصالح 3 ديال اللاعبين مقابل لا شيء، 3 ديال اللاعبين من يا ترى ما يتمكن. تاخر سعيد حوحاو تاخر في توزيع الكره للزملاء ديالو. نعم كان خطا ديال سعيد حوحاو. يا سلام على تدخل ديال الحسناوي اللي دخل في الوقت المناسب ومساعده الحارس يونس المرواني. امامنا انذار على اللاعب، انذار على وليد حميميد المرواني قريب من اضافه هدف ثاني وعنده كره. حمزه الحنطاوي، أزناي حكيم كيحتفظ بالكره كيراوغ من الجهه اليسرى لكن الجانبيه. ما فهمتش كيفاش حميمي دخل حاول انه يتصدى الكره
ما قدرش انه يتقدم لها، ربما كانت السرعه ما يقدرش يلحقها حتى وصلت الجانبيه لصالح فريق ماسينيسا. الكره لصالح بولحاف. سعيد تسديده قويه والحارس في المكان المناسب، تسديده قويه من جانب سعيد بولحاف. سعيد بولحاف، ماذا فعلوا بك ماسينيسا لتعاقبهم بهذا الشكل؟ ماذا فعل بورغريش؟ ماذا فعل لك حداد؟ عذبتهم الليلة، عذبتهم الليلة. سعيد بولحاف يعذب ماسينيسا، سعيد بولحاف يعذب يونس مرواني. 3-1 النتيجة لصالح الأساتذة. الأساتذة كتقدموا 3-1. وليد حميمي اللي تلقى انذار قبل لحظات في الجهة اليمنى. هجمة لصالح حميمي، دمازك يحتاج الكرة. كان اعتقد انه هدف، كان اعتقد انه هدف، كان اعتقد، ماشي كان اعتقد. رجعت خلف الشباك، خارج نورمال، دخلت من الشباك من الخارج. خطأ، خطأ، خطأ لصالح أزناي، خطأ لصالح أزناي. مرتكب الخطأ علي الحمداوي. أزناي ماذا حدث الآن؟ كاين سوء تفاهم بين الحكم. تغيير في النتيجة، هدف مباغث. ماسينيسا كيسجل هدف مباغث. النتيجة 3-2 لصالح الأساتذة. أساتذة الملاح عبد الغني مرزوق، شكرا، شكرا السي عبد العالي. ونعم الأساتذة، نعم. الشهادة ديال جميع الساكنة واللي كيتواصلوا معهم وعندهم علاقات مع الأساتذة صراحة غادي نقول بأنهم أبناء المنطقة، أبناء البلدة، كبروا معنا، ماشي غير جاو يخدموا فقط. أزنا يهاجم
مازال من دي النتيجة. أوه جميل، هدف جميل. وليد حميمي كيوقع الهدف الرابع لصالح الأساتذة. هدف جميل بطريقة جميلة. 4 مقابل هدفين في الشباك. حكم المقابلة كان عن نهايتها بنتيجة 4 مقابل هدفين لصالح أساتذة. كانت مقابلة صراحة ممتعة. إذا أصدقائي المشاهدين، المقابلة ولسه إن شاء الله غنعقبها المباشر الصفير. إخوان تمني غادي يقول مليح ودير المشاهدة تصفحات إن شاء الله. أمجدوا منيخ بعد لحظات مي غيبدا الماتش في السنين غنعقبها. إلى اللقاء.